بيلد: ريال مدريد يخطط لضم مبابي في آخر ساعات الميركاتو الجاري. يخطط ريال مدريد لتقديم عرض إلى باريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي نجم الفريق خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الجارية حسب ما ذكرته تقارير صحفية. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأحد أن ريال مدريد لن ينتظر حتى الصيف القادم للتعاقد مع كيليان مبابي، وإنما سيقدم عرضا بقيمة 120 مليون يورو في الساعات الأخيرة من الميركاتو الجاري. أضافت الصحيفة أن النادي الإسباني قد يقدم عرضه على الأرجح أحد يومي 29 و30 من أغسطس الجاري. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ريال مدريد يعمل على هذه الخطة منذ عدة أسابيع، لكنه يخطط في سرية تامة، حيث لم يظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رغبته حتى الآن في حسم صفقة هذا الصيف. ولا يخفى على أحد أن مبابي أحد أبرز أهداف ريال مدريد في الميركاتو، لكن باريس سان جيرمان يصر على تجديد عقد اللاعب الفرنسي أو رحيله هذا الصيف خشية فقدانه مجانا بنهاية عقده الصيف القادم. وحتى الآن يرفض مبابي التوقيع على عقد جديد مع النادي. وكان سان جيرمان استبعد مبابي من جولته التحضيرية للموسم الجديد، فضلا عن استبعاده من قائمة مباراة لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي، لكن مبابي شارك كبديل في مباراة تولوز التي جرت مساء أمس السبت في الجولة الثانية، وسجل هدف الفريق الوحيد. وتجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان تعادل في أول مباراتين هذا الموسم، حيث سيسعى لتحقيق أول انتصار عندما يلاقي لانس يوم السبت القادم في الجولة الثالثة. فينيسيوس يكشف سر فوز ريال مدريد أمام الميريا. كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني سر فوز فريقه على الميريا ب3 أهداف مساء السبت في الأندلس برسم مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني. سجل فينيسيوس جونيور هدفه الأول هذا الموسم بعدما بصم على الهدف الثالث من صناعة جود بيلينغهام الذي سجل الهدفين الأول والثاني، وليساعد فريقه على حصد النقاط الثلاث في 6 نقاط هذا الموسم في مباراتين. وعقب المباراة قال فيني في تصريحات صحفية: اهتزت شباكنا بهدف مبكر، ولكن إيقاع الفريق لم يهبط. لعبنا بنفس الرتم الذي خضنا به مباراة بلباو، وهذا شيء أعتبره شديد الأهمية في الفترة الأولى من الموسم. أضاف فينيسيوس: أظهرنا جودة عالية منذ بداية الموسم ومنذ بداية المباراة رغم تأخر بالهدف، وأعتقد أن الموسم سيكون صعبا، لكن علينا أن نسير على نفس النهج في قادم المواعيد. الانتصار أمر شديد الأهمية لهذا الفريق، ووراء النجاح في نهاية الموسم عدد كبير من المباريات التي تفوز بها. اليوم أفضل شيء قمنا به ضد الميريا كان الضغط على الخصم والالتزام بتعليمات المدرب من كل اللاعبين. وعن هدفه في مرمى الميريا قال: كنت محظوظا بعض الشيء، لكني بالطبع أشعر بسعادة كبيرة لتسجيل أول هدف لي هذا الموسم، وأتمنى أن يأتي بعده العديد من الأهداف. بيلينغهام يبرهن على صحة فكرة أنشيلوتي في ريال مدريد. من جديد كان الإنجليزي جود بيلينغهام متوسط ميدان ريال مدريد هو النجم الأبرز في فريقه للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعدما لعب دورا أساسيا في انتصار لوس بلانكوس في الأندلس على حساب الميريا ب3 أهداف. صحيفة أس الإسبانية أفادت بأن ما قدمه بيلينغهام في مباراة الميريا وفي لقاء أتلتيك بلباو يبرهن على صحة فكرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، والتي تتعلق بحقيقة أن هداف الفريق سيكون من خط الوسط في ظل عدم وجود رأس حربة بمواصفات خاصة بعد رحيل كريم بنزيما. ووصفت الصحيفة المدريدية بيلينغهام بالمقاتل بعدما أصبح هداف الريال والليغا بتسجيله 3 أهداف في جولتين، وبخلاف ذلك كان النجم الأبرز في تشكيلة أنشيلوتي في المباراتين. عمل أنشيلوتي على اعتماد فكرة تقدم بيلينغهام للأمام ليكون في منطقة جزاء الخصم، بعدما علم أنه لن يتمكن من التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي رفقة رأس الحربة الجديد خوسيلو. خلال مباراة الميريا بلغت نسبة دقة تسديدات بيلينغهام على المرمى أكثر من 93%، علما أنه سدد 4 كرات بين العارضة والقائمين من أصل 6 تسديدات طول اللقاء، كما أنه مرر 41 كرة صحيحة من أصل 44، 19 منها كانت في الثلث الأمامي. لو سار بيلينغهام على هذا النمط في الفترة المقبلة سيسكر رقم كريستيانو رونالدو التاريخي في ريال مدريد بتسجيل 5 أهداف في أول 4 مباريات مع الفريق، كما أنه سيكسر رقمه المسجل في الموسم الماضي بتسجيله 14 هدفا في الموسم الواحد.